وربنا سبحانه يقول أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. معاشر المسلمين، الله جل وعلا يعاتب عباده فيقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فيا لله كم من قبر عبد من دون الله، ويا لله كم من ضريح طاف عليه الطائفون وسووه ببيت الله الحرام. كم من قبر، ويا لله كم من قبر ذبحت له العقائر، عقرت عنده الذبائح تقربا إليه. أيطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الولد ويطلبون منهم الرزق، وإن هذا ليس إلا لله جل وعلا. معاشر المسلمين، إن هذا الأمر والله الذي لا نعبد غيره لا يقطع القلب ويدمع العين لمن كان في قلبه حرقة ومن كان في قلبه غيره على هذا الدين. أما أن تمر مرور الكرام وكأن شيئا لم يقع وكأن شيئا لم يحدث، يصلون في الصف الأول ويصومون رمضان ويحجون ويعتمرون، ثم إذا بهم ينددون ويشركون بالله ما لا يحل لهم وما لا يجوز. إن العبادة لله جل وعلا، فيقول ربنا سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. انظروا معاشر المسلمين في هذا اليوم كم سيذبح لغير الله عند قبر العيدروس. انظروا يا عباد الله كم سيطوف حوله الطائفون. انظروا يا عباد الله كم سيتقرب إليه المتقربون. أليس في أولئك عقال؟ أليس في أولئك رجل رشيد يعلم أن هذا لا يحل إلا لله جل وعلا؟ أين لا إله إلا الله في قلوبهم إن صدقوا التوحيد؟ أين لا إله إلا الله؟ هذه التي يزعمون ترديدها ثم لا يشعرون أنهم يشركون بالله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي جهالهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تهدي الجاهل منهم وأن تقسم المتعصب منهم. اللهم إنا نبرأ إليك ممن سجد لغيرك. اللهم إنا نبرأ إليك ممن أكل ترابا تلك القبور. أقول ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم السداد والعافية. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. معاشر المسلمين، لذلك كان لزاما على طلاب العلم ولزاما على الدعاة إلى الله والخطباء أن يكرسوا جهودهم في تعليم الناس التوحيد. ثم لا يقولن قائل الناس يقولون لا إله إلا الله، الناس يقولون لا إله إلا الله وأنتم تصفونهم بالشرك وتصفونهم بأنهم أهل أوثان. معاشر المسلمين، إن واقع المسلمين يشهد بجلاء أنهم جهلة بحقيقة لا إله إلا الله. كيف بالله يتسنى لعبد رزقه الله التوحيد أن يطوف بقبر مثل ما يطوف بالبيت العتيق؟ كيف يتسنى لعبد أن ينذر لله، أن ينذر لذلك القبر النذور ويذبح له الذبائح ثم يقول أنا لست مشركا؟ وهكذا منهم من يستغيث ويطلب الغوث من هؤلاء الموتى. الله جل وعلا يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. نعم، هؤلاء موتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول ويدعو ربه واستجاب الله دعاء نبيه: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري عيدا. وهكذا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يتخذ قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عيدا يعاد له كل عام. معاشر المسلمين، إن خطر الصوفية لا يقل عن خطر الحوثيين الروافض، وهما كلهم أهل شر. هؤلاء أهل شرك ووثنية، وأولئك أهل شرك ووثنية. فلئن كنا قاتلنا أولئك الذين حملوا السلاح علينا، فلئن ندعو هؤلاء وننصح لهم ونوجههم وندعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، كلمة سواء بيننا، ينبغي علينا أن نكرس الجهود في بيان صور الشرك المنتشرة. وقد ذكرت وفقكم الله غير ما مرة صور الشرك الكثيرة المنتشرة بين الناس، من ذلك ما ترون وتسمعون. انظروا وتأملوا، إذا رجع الواحد منكم إلى بيته فلينظر ما يقول هؤلاء، ينظر ما يقول هؤلاء في نداء ذلك المقبور الذي قد تجاوز في موته نحو 1011 سنة، 1011 سنة، ثم إذا به يعبد من دون الله جل وعلا. يا عيدروس، يا محيي النفوس، شيل الله يا عيدروس، يا محيي النفوس. هل هذا الأمر يليق بمسلم أن يدعو إنسانا قد مات يطلب منه أن يحيي أن يشفي مريضه، وأن يهبه الولد، وأن يطوف بقبره ويأكل من ترابه؟ ألا يعقل هؤلاء؟ ألا يعقل هؤلاء؟ لماذا لا يتعلم الناس التوحيد؟ إن دروس التوحيد والعلم يدرس في مساجد السنة صباح مساء، ووالله لا عذر لأحد عاش بين ظهراني السنة